20 جنيه الجديدة. ورقة شكلها كويس وممتاز، جميلة. مسجد محمد علي، توقيع المحافظ حسن عبد الله. هنا العلامة المائية مسجد برضو محمد علي اهي. ورقة شكلها كويس ممتاز. نيجي على الظهر. الظهر تمثال كليوباترا والعجلة الحربية والعلامة المائية مسجد محمد علي. ده طبعا هرم خوفو، ده هرم خوفو. ورقة شكلها كويس وممتاز. نيجي على الرقم ده. الرقم ده رقم راداري، ده اسمه رقم راداري، يعني بيبقى مميز شوية. نيجي على الرقم الراداري مثلا هنا اهو. الرقم الراداري هنا 78 اهو، بعدها 1 87 78. اللي في الأول زي اللي في الآخر. اللي في الأول أول الأرقام زي آخر الأرقام، ده الرقم الراداري. وفي النص برضه اهو، بس 78 مقلوبة بقت 87. ده اسمه رقم راداري. راداري تكراري يعني مكرر. 8778 187. الرقم الراداري ده طبعا لو في الورق القديم، يعني في 100 القديمة، في 200 القديمة، بيزود في سعر العملة شوية. ده بالنسبة للناس الهواه بتوع جمع العملة. يعني مثلا جنيه قديم في الرقم الراداري ده بينباع مثلا الجنيه بيبقى ب2 جنيه. لو 100 جنيه مثلا وفيها رقم راداري بتبقى تزيد مثلا 50 جنيه، تبقى سعرها 150 جنيه. فالناس اللي هي بتوع هواة جمع العملة وهم بيشتروها بالمبلغ ده. الأرقام الرادارية دي والأرقام المميزة دي لها أسعار، بس في حالة الورقة اما تكون أنصر جديدة يعني ما اتلمستش. في حالة الورقة تكون جديدة ما اتلمستش، الرقم الراداري ده بيبقى ليه سعر. في حالة إن الورقة جديدة ما اتلمستش ومفيهاش قطع ومعلهاش كتابة والكلام المعروف ده، والورقة تكون أنصر ما اتلمستش يعني لسه طالعة من البنك. أما بالنسبة للورق الجديد ده فالرقم الراداري ده مش هيفرق معاه، لأن دي أرقام أول مرة تطلع، فكلها بتبقى مقربة من مميزة، عشان دي لسه الورقة جديدة، لسه 20 جنيه إصدارها جديد. فال20 جنيه عشان إصدارها جديد، فالرقم الراداري ده ما بيفرقش معاه. اللي يفرق بقى لو رقم مميز كلها شبه بعضها، 7 8 9 وحايد صفار، ده بيبقى رقم مميز يفرق معاه.